السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شايفين الصورة دي؟ ركزوا فيها كويس وفي الدم اللي في المنديل، وتعالوا أقول لكم حكايتها إيه بالظبط وتقولوا لي هل اللي حصل من البنت ده صح ولا غلط. لكن قبل ما نبدأ كالعادة يا ريت ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك للفيديو ده واعمل متابعة لصفحتنا ده لو مش عامل. الحكاية بتبدأ من بنت راجعة بيتها وقفت ميكروباص كالعادة علشان تاخده مواصلة. سواق الميكروباص ده حسب كلامها قبل ما الناس بتركب كان بينادي وبيقول أبو يوسف، وأبو يوسف دي منطقة هي رايحة ليها. المهم البنت قالت أنا كنت قاعدة في الكرسي اللي ورا كرسي السواق بالظبط، وإذ فجأة قبل ما أوصل المكان بتاعي كل اللي في العربية نزل. يعني قبل ما توصل مكانها كان خلاص كل الركاب نزلوا الأماكن بتاعتهم، مش فاضل في العربية غيرها هي بس والسواق. المهم جاها في مكان كده ما ينفعش تنزل فيه، تقريبا ما فيهوش حد، مش هتعرف تاخد مواصله منه. فقال لها يلا يا ابله لو سمحت انزل. ازاي ما انت بتحمل ابو يوسف؟ قال لها لا ما بحملش. قالت له لا انت قلت بالنص كده ابو يوسف. قال لها خلاص قلت وانزل من العربيه. فالبنت ردت لا انا ما ينفعش انزل في المكان ده، وديني المكان بتاعي لو سمحت. المهم ان هي صممت ما تنزلش من العربيه. فقال لها خلاص في حموله مجموعه طلاب هوديهم مكان معين وبعدها لف وارجع بيك. فقالت له تمام مفيش مشاكل، حمل عربيتك وارجع وصلني مكان. الطلاب دول كانوا مجموعه كبيره تقريبا بياخدوا العربيه لحسابهم توصلهم الدرس. فالمهم هو قال لها تعالي يا ابله من مكانك ده اقعدي جنبي هنا، الولاد هيضايقوكي لان عددهم كبير. تقريبا الطلاب كانوا في اعدادي او في ثانوي. فقالت له لا مالكش دعوه، خليك انت بس في السواقه ويلا وصلني المكان بتاعي بسرعه. وبدات تزعق معاه، اتعصبت عليه خلاص، لقيته عمال ياخد ويدي معاها في الكلام وكمان عايزها تقعد جنبه. والطريقه بتاعته ما كانتش حلوه، بدليل انه بعدها مباشره بص لورا كده عليها وعمل حركه صعبه، حرك جسمه لورا كده من الكرسي اللي قدام بتاعه للكرسي اللي ورا اللي هي قاعده عليه. وعمل ايه بقى؟ حط ايده على كتفها وبدا يشدها ويقول لها تعالي بس، تعالى انا عايز اوصلك مكانك. ومن هنا قالت انا كان هيغمى عليا من الصدمه ومن اللي عمله، لكن قررت ان هي تاخد حقها بايدها. ما كانش في ايدها غير التليفون وبس، ونزلت على دماغه بالتليفون لحد ما الدم بدأ ينطر منه. فضلت بالتليفون على دماغه وفضلت تصرخ وتضرب فيه لحد ما نزل دم. طبعا بعدها نزلت بسرعة من العربية وهو أسرع منها فتح الباب ونزل، بس مش علشان يحوشها أو يعتذر ليها، لا ده علشان يمسك فيها ويضربها. ايه اللي عملتيه ده؟ والله ما هسيبك، والله لا اعمل واسوي فيكي. هنا كانت اتجمعت الناس طبعا على صراخة، مسكوه الناس بتسأل فيه ايه. وعلى ما الناس سألت فيه ايه وهم بيحوشوا فيه مسك طوبة كده زلطة وجت تحدفها تضربها فيه، فلتت منه وجت في جزاز العربيه كسرتها. قالت انا كان نفسي اصور اللي حصل، امسك اي دليل عليه، لكن قالت في الوقت ده انا ما كنتش على بعضي، انا كنت بترعش، انا كان هيغمى عليا. يجي التوك توك في لحظتها اترجت ان هو يوصلها، ركبت في التوك توك ده وسابته ومشي. في الوقت ده هو كان عمال يزعق ومتعصب ويقول والله ما هسيبها، سيبوني عليها. غرقان طبعا هدومه غرقانه دم والناس عماله تحوش وعايزه تفهم في ايه. هي ما استنتش خلاص، قالت انا كنت تعبانه ومش قادره اقف على رجليا، فركبت في التوك توك ده ومشي. لكن وهي راكبه في التوك توك بصت على تليفونها كده لقيته غرقان بدم. طلعت منديل من اللي معاها ومسحت التليفون وخلت المنديل ذكرى وصورت الصوره اللي قدام حضراتكم دي. رجعت البيت طبعا امها شافتها منهاره، مالك في ايه؟ حاولت تهديها وتفهم منها التفاصيل وقالت لها انا خدت حق بايدي وادي المنديل اهو خير دليل. وبعدها كتبت اللي حصل بالكامل وقالت بالنص انا كان نفسي اصور اللي هو عمله، لكن قالت انا ما توقعتش رد فعله واللي هو عمله لما حط ايده على كتفي. قالت انا ما توقعتش ده، فجأة كده قالت لقيته حط ايده على كتفه ولفه كده وبيقول تعالي اقعدي جنبي. يعني اي بنت مكانها كان ممكن تتصرف ازاي وهي شايفه واحد حرفيا استفرد بيها في العربيه اللي هي مفروض واخدها مواصله علشان توصل بيها بيتها. وما كانتش لوحدها من البدايه، دي كان معاها مجموعه ركاب، بس المشكله اللي هم نزلوا قبلها. ولو هي لوحدها ليه يعمل معاها موقف زي ده؟ ده بدل ما يستجدع معاها ويوقف جنبها وما يسيبهاش غير لما يطمن ان هي وصلت بيتها بالفعل او وصلت منطقتها على الاقل. اقسم بالله العظيم اعرف سواقين بيسافروا محافظات لما بيكون راكبه معاهم ستات مسافره لوحدها ما يسيبهاش غير لما يعرف ان هي خلاص دخلت البيت، وصلت المكان اللي هي رايحه ليه بالظبط، مش وصلت المنطقه ولا الشارع، لا يشوفها كده داخله البيت، مع ان الاتنين بيدفعوا نفس التكلفه. بس بيقول لك لا، الشاب عادي انزله على اول الشارع اخر الشارع اقول له خد توك توك اتمشى شويه، لكن الست لا، لازم انزلها قدام البيت. وحصل ده قدام. لكن انت عشان شفتها لوحدها في العربيه عايزها تيجي جنبك، ولما رفضت ان هي تقعد جنبك تمد ايدك عليها ترجع من مكانك وتحط ايدك عليها كمان، اللي هو لو مش برضاك يبقى بالغصب. وزي ما قلت لحضراتكم برضو رايك او رايك يهمني، هل اللي عملته البنت ده صح ولا غلط؟ لو هو غلط كان المفروض تعمل ايه بالظبط؟ بس كده اشوفكم على خير
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.